ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل فيديو جديد ومختلف تماما عن اللي كنا بنعملهم قبل كده. النهارده عشان هنتكلم عن اسكندريه، جينا اسكندريه نفسها. النهارده بقى بما اننا هنتكلم عن محافظه اسكندريه، هنعرف بعض الاسرار اللي محدش يعرفها. عارفين ليه الاسكندرانيه لهجتهم مختلفه عن باقي محافظات مصر؟ هقول لكم السبب. لان الاجانب لما كانوا بيجوا مصر للاحتلال او للزياره او للسياحه، زي مثلا اليونانيين والايطاليين، كانوا بيفضلوا انهم يعيشوا في اسكندريه عن باقي المحافظات التانية. طب ليش معنى اسكندريه؟ عشان مناخها شبه مناخ اوروبا، عشان كده كانوا بيفضلوا يعيشوا. وللسبب ده جت بعض الكلمات اللي الاسكندرانيه لسه بيقولوها لدلوقتي، ودي اصلها ايطالي، زي كلمه مستكه، ودي معناها اللبان، وكلمه جمعه معناها استيكه. الكلمات دي مع انها زمان جدا من ايام اليونانيين والايطاليين، الا انها لسه مستخدمه لدلوقتي. دي ابرز الكلمات اللي لسه موجوده. مش بس الكلمات اللي طلعوها الاجانب على الحاجات اللي بيستخدموه، لا ده بل الاماكن كمان، زي لوران وسموحه وجليم وفيملينج. كل الاماكن دي اللي سماها هم الاجانب اللي هم اليونانيين والايطاليين. وكمان اسكندريه تصور فيها افلام كتير وبتحكي عنها كمان، زي افلام رصيف نمرة 5 وحميدو وميرامار والبنات والصيف والثلاثة يشتغلونها والسمان والخريف وفيلم اسكندرية ليه وفيلم موعد على العشاء وفيلم اسكندرية نيويورك وفيلم اسكندرية كمان وكمان وفيلم صايع بحر وفيلم ملاك اسكندرية وفيلم رسائل البحر. واسكندرية كمان طلع منها عظماء ومشاهير زمان ودلوقتي، منهم ملكة مصر كليوباترا السابعة، الفنانة فاتن حمامة اللي لقبت بسيدة الشاشة العربية، والممثل العالمي عمر الشريف، والمخرج السينمائي يوسف شاهين، والممثل المصري الأمريكي رامي مالك. ونكمل حديثنا عن الآثار اللي موجودة في اسكندرية. اسكندرية فيها آثار مش موجودة في أي مكان تاني في العالم. لما جم الإغريق زمان اسكندرية، لقيوا 3 تماثيل لبطليموس صنعت على الطابق الفرعوني، يعني زي شكل الفراعنة زمان، بالإضافة ل 28 تمثال لأبو الهول. وكل تمثال من ال 28 تمثال دول بيمثلوا شكل من أشكال الفراعنة زمان، ومن ضمنهم تمثال الملكة إيزيس المصرية. وكمان لقيوا مسلات فرعونية كتيرة وطلعوها وهربوها لدول غريبة، موجود منها جزء بسيط هنا في مصر. هم عملوا كده ده لحبهم الشديد وافتتانهم بالجمال المصري الفرعوني. ومن أبرز المعالم السياحية الموجودة في اسكندرية هو عمود السواري، وده اللي موجود في منطقة كوم الشقافة. وأيضا من الآثار الموجودة المسرح الروماني وقلعة قايتباي اللي موجودة في الجهة الغربية من اسكندرية، ومكتبة اسكندرية من أبرز الصروح الثقافية في العالم كله، اللي موجودة عند منطقة الشاطبي على البحر الأبيض المتوسط، بتحتوي على أكثر من 8 مليون كتاب. وأيضا موجود متحف المجوهرات الملكية اللي موجود في منطقة زيزانيا، وأيضا موجود المتحف اليوناني الروماني ومتحف الإسكندرية القومي. والميناء الشرقي ده واحد من أهم وأقدم المواني الموجودة، ده واحد من مواني التجارة الموجودة في البلد. وبرضه موجود من الآثار معبد الرأس السوداء من القرن الثالث الميلادي، والمعبد ده في عدد كبير من التماثيل. وأيضا موجود معبد القيصرون وجواه مسلتين، واحدة لتحتمس الثالث وسيتي الأول ورمسيس الثاني. وأيضا موجود في اسكندرية المنارة الفرعونية ومقابر مصطفى كامل الفرعونية ومقابر الشطب الأثرية ومقابر كوم الشقافة الأثرية ومقابر الأنفوشي الأثرية. ودي أهم المعالم الموجودة في اسكندرية. احنا لو فضلنا نتكلم على المعالم الموجودة عمرنا ما هنقدر نحصرها أو نعدها أو نعملها في فيديو، لأن اسكندرية من أهم الأماكن اللي فيها آثار كتيرة. كانت معكم سوسن عادل من اسكندرية.